أن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي يشتغل في رئاسة الجمهورية فيه 4 من الإخوة. قسما بالله لم أجد هذا حتى بالقصور الملكية. طيب. عبد العزيز ومصطفى وعبد الغني والسعيد مستحيل. هؤلاء يا سيدي أسرة حاكمة. هذا مخزن جديد، هذا متأثر بمسقط رأسه، هذا مازال يقمع المظاهرات كما يقمعها المغاربة في الصحراء الغربية. هم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها في مجلس الأمن. هل تعرضت اليوم المخزن المظاهرات في الصحراء الغربية وهو الآن يقمعنا. تفضل. الله يبارك فيك. أولا شوف، تقديس أجهزة الاستخبارات في كل دول العالم تقديس لا مشروط، والحديث على انها رغم السياده ولا دوله حديثه في العالم تتكلم انه المخابرات رغم السياده. شوف الدوله تحترم نفسها. امس تقرير في الكونغرس الامريكي يحمل مسؤوليه تعذيب المخابرات. هل هذا يضعف من قيمه CIA؟ لا، بالعكس يقويها. المخابرات تاعنا مش مطلوب منا، وجامي قال لنا بشويه عليا باكم معذور عليا. جامي الجنرال خليه ولا يكمل مسؤولي المخابرات قالوا للشعب خافوا منا. المطلوب مني كمواطن انا نحترم هذا الجهاز عندما يحترم نفسه. مفهوم. المطلوب، شوف انا من الذين انا من المؤمنين ان العساكر في كل المخابرات مثلا مع العسكر اذا حكموا دوله نفسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. المطلوب من جهاز الاستخبارات الجزائري ان ينأى بنفسه عن كل ما هو سياسي وان يكف. تغضى على بركات. انا الحمد لله اصدقائي اختلفت معهم وهم اصدقائي وسيظلون في جفوني جماعه بركات. لكن هذه الايام يتم التحرش بهم بصفه ذريعه، وهذه مش وظيفه جهاز الاستخبارات. اجهزه الاستخبارات في العالم تهتم بما هو امن خارجي، الاستعلام عن الداخل، وظيفه الشرطه وظيفه اليرجي. مفهوم. هذا الفكره وصلت. لا نقول انا صمت يا اكل مساله التموين. نقول لك ما يتمون البركات. بركات البارح كان المسؤول تاع CIA في الوراثي يمد لهم 20 مليار دولار. إيمان واحترام مؤسسات الدولة. نعم. Quand on respecte les institutions de l'État, on assume le passif et l'actif. Et on commence d'abord par le respect de la Constitution. اوكي نوقفها هنايا. لا كلمة أخيرة. ما كملتش فتي لازم يفهمني. كاين مؤسسة من مؤسسات الدولة اسمها مجلس المحاسبة. نعم. ولازم نحترموها ولا ما نحترموهاش؟ نحترموها. صح. وهي مؤسسة دستورية. أنا معك في محاربة ألم الفساد. تقل لا اسمح لي بك. ألم تقل هذه المؤسسة يوم أن رئيسك الحالي ذات يوم سرق دراهم رئيسنا الحالي رئيسنا je ne le connais pas. أن هذا رئيس سرق دراهم. C'est un président voleur. Il a lui-même reconnu en remboursant une partie de la cagnotte. أنت تتحمل المسؤولية. طبعا أنا مؤسس محاسبة خاطيني أنا راه مؤسس محاسبة اللي قال يجب أن نحترم هذه المؤسسات، إما أن نحترمها وإما أن نعلها. أنا كمواطن نحترم هذه المؤسسة قالت بلي عبد الفتاح سرق دراهم. C'est un voleur. سي عبد الوكيل تفضل. شوف اولا هي ابارامون لي ديسيدور تاعنا سون تا كور ديدي. ناس ما عندهمش حتى الان القدره على التفكير. ابداع. حتى ما كايسون تا كور ديدي انوفاسيون دو ريفليكسيون. انت تزيد له زياده. تصور ما في كل مره عندما يتعلق الامر بالتطبيل البوتفليقه نجيبوا المغنيين طبلوا البوتفليقه. شفنا بالعاده رابعه. في وقت الازمه الدمويه جابوا ولاد الصغار يبكيو ويغنيوا على الجيري والجزائر بلادي. لازم ديما الغناء يدخل. نهار حبوا يتكلموا حتى على العنف راحوا جابوا ديما المغنيين. حنا لانه سكي ديسپونيبل ما عندوش قدره باش يفكر يجيب مجموعه من المغنيين ديالهم بلاطو. واللي لفت انتباهي في هذا الكليب حتى تاع شان 3 ما كاينش مره متحجبه. وانت واش ما كاينش راح لي باسكو نقول لك علاش. الحريه العامه باسكو نو شكون اللي قال الحريه العامه؟ هذا سي لاجون بوبليك. اسمع مسيو غرين كي يعمل اون كومبان كونت لا فيولونس سي مون ارجون.
Ce n'est pas parce ماشي هذا هو الحديث. سي بلا ماشي هو الحديث. إذا l'échantillon doit être représentatif. نعم. Et c'est pas représentatif parce que des millions de femmes dans les profondeurs de l'Algérie portent le voile. Ils ne s'identifient pas dans un tel clip. عنده الحق. Mais bien sûr, تشوف مليح. أرى يدك والله لا عندك الحق. أنا طرحت لك سؤال لا يعني هذه حتى المتحجبة تغني اليوم. يلا صح نحبسوا هنايا ونروحوا لموضوع واحد آخر.